الفيديو ده بشكل كبير موجه للأشخاص اللي عندهم هوس بمجال الموبايلات زي حالاتي كده، اللي بيقعد يتفرج ويتابع ويشوف الموبايلات، وكمان بيبقى عنده شغف إن هو يجرب الموبايلات، وكمان نفسه إن في موبايلات من الموبايلات القوية اللي بيتعلن عنها بره تنزل في السوق المصري. فأنا من خلال الفيديو ده جايب لك 3 موبايلات، ال3 موبايلات دول بالنسبة لي من أقوى الموبايلات اللي قدمت قيمة مقابل سعر خلال 2025، وكان نفسي واحد فيهم يجي السوق المصري، كان هيقلب الترابيزة على كل الموبايلات الموجودة في فئته السعرية. فقبل ما اقول لك اي حاجة، لايكك، سبسكرايبك، فعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. لازم من خلال القناة دي ادي لكل موبايل حقه بصراحة، وانا شايف ان الموبايلات دي لازم تتذكر دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز. واول موبايل ده حاله استثنائيه، لان الموبايل ده انا بحبه شخصيا، وكان نفسي ان انا استخدمه كموبايل شخصي، ولكن للاسف الموبايل ده ما نزلش بشكل رسمي في مصر. وانا اي موبايل مش موجود بشكل رسمي في مصر ببقى قلقان منه، لان فكره خدمات ما بعد البيع وفكره الاكسسوارات والكلام ده هتكون متعبه شويه. انا بحب اجيب الموبايل اللي يكون ليه ضمان في مصر هنا، عشان لو جرى اي حاجه انا معايا ضمان يا باشا. الفيفو اكس 200 اف اي موبايل انا شايفه من وجهه نظري فلاج شيب. الموبايل على فكره سعره مش رخيص، تقريبا في حدود ال $700، ولكن الموبايل ده بالنسبه لي يعتبر فلاج شيب، لان الفلاج شيب ب $1200. انت متخيل ان ده ارخص من اي فلاج شيب ب $500؟ والموبايل ما فيهوش تنازلات، يعني الموبايل بالنسبه للتصميم ظهر ازاز، فريم الومنيوم، كمان جايب اي بي 68 واي بي 69. الحاجه اللي انا بحبها وزن خفيف 186 جرام، سمك كويس 8 مللي، وفي نفس الوقت الموبايل ده بيدعم الاي سيم عادي، ما فيش اي مشكله. شاشه انا بالنسبه لي بصراحه ممتازه ورايقه قوي وماشيه معايا انا شخصيا. شاشه اموليد 6.31 انش، اللي هو الحجم المناسب والمثالي بالنسبه لي. انا بحب الموبايلات الصغيره، عشان كده اتعلقت بالموبايل ده جدا. الشاشه هنا كمان 1.5K 120 هرتز، بتوصل في البيك في السطوع ل 4500 نتس، وده رقم كافي جدا جدا، مفيش اي مشكله. وكمان الشاشه جايه بحواف ممتازه بقى، وشكلها شيك كانك ماسك موبايل فلاج شيب بالظبط. انا بصراحه الشاشه في الموبايل ده بالنسبه لي ممتازه كحجم وكسبيكس. ولما نيجي لنقطه الاداء، فالموبايل ده بيجي بمعالج فلاج شيب، ايوه معالج ما بيهزرش على فكره، دايمنستي 9300 بلس 4 نانومتر، نفس المعالج اللي كان موجود في الريلمي نيو 7. بس الريلمي نيو 7 كان بنص ثمنه وفيه تنازلات، ده بقى ما فيهوش تنازلات. هنا الموبايل بيجي بنسخ كتير بقى زي ما انت تحبه، ولكن انا بالنسبه لي كانت النسخه ال 12256 اكتر من كافي، اللي هي اول نسخه من الموبايل. نوع الذاكره هنا مش الافضل على سعره، يو اف اس 3.1، في موبايلات بتقدم 4.0 4.1، ولكن برضه تعتبر كويسه، الموبايل شغال بكفاءه. والرام هنا دي دي ار 5 اكس، والموبايل زي ما قلت لك بيدعم الاي سيم وبيدعم تركيب شريحتين، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. والاداء في الموبايل حلو جدا جدا جدا، اداء موبايل فلاج شيب. حتى في الالعاب الموبايل بيلعب 120 فريم، مفيش اي مشكله. ده معالج فلاج شيب، معالج مش ضعيف على فكره. 3 كاميرات في الظهر ممتازين، هي دي التجربه اللي انا عايزها. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع او اي اس بمستشعر قوي من سوني اي ام اكس 921. كاميرا للتقريب تليفوتو بتدي لك صور 3 اكس اوبتيكال زوم، والكاميرا دي كمان معاها او اي اس، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل. والموبايل بيدعم تصوير 4K 60 فريم، انا مش محتاج اكتر من كده في تصوير الفيديو. والكاميرا الاماميه برضو كاميرا ممتازه 32 ميجا بكسل، وفيها تصوير فيديو 4K 30 و60 فريم. فيفو جابت سلسله الاكس 200 بتاعتها القويه، عملت منها الاكس 200 اف اي كانه موبايل لايت، ولكن ما فيهوش تنازلات في الكاميرات. تجربه تصوير قويه زي سلسله الاكس 200 بالظبط، ما فيش اي فرق ما بينهم، غير شويه فروقات بسيطه جدا لو هتقارن بقى الفئات الاعلى. بصمه كويسه تحت الشاشه بقى، وسماعات ستيريو ان اف سي واي ار، وكمان مستشعرات موجوده، ما فيش اي مشكله بمفهوم التقارب والجيروسكوب. ولكن مش كل ده المهم بالنسبه لي، المهم ان الموبايل ده بيجي ببطاريه على حجمه ممتازه، ده اللي انا بدور عليه على فكره. بطاريه 6500 ملي امبير ومع شحن 90 واط، يعني الموبايل ده يا باشا يكمل معاك اليوم مرتاح ويخش في اليوم الثاني. ودي الحاجه اللي انا بفتقدها دايما في الموبايلات الصغيره اللي انا بفضلها. يعني الايفون 15 مش بيكمل اليوم، فانا كان بالنسبه لي الموبايل ده طفره في حته البطاريه. بطاريات السيليكون كاربون فتحت افاق كتير ان احنا ممكن نمسك موبايلات ارفع واصغر وفي نفس الوقت تكمل اكتر من يوم. ولكن الموبايل الثاني بقى قنبله اكتر من كده، لان الموبايل ده اقتصادي. ايوه، لو انت متخيل ان موبايلات الفئه الاقتصاديه دايما موبايلات تعبانه
ضعيفه، فالموبايل ده لا تعبان ولا ضعيف وهيغير مفهومك تماما عن الفئه الاقتصاديه. مبدئيا الموبايل ده سعره في حدود من 160 ل 165 دولار. تخيل بقى الموبايل ده هو الانفينكس نوت 50، اكتر موبايل انا استنيته من انفينكس بصراحه بعد الانفينكس نوت 50 برو بلس، وكنت مستني ان انفينكس بصراحه تنزله. انا كنت هبقى مبسوط اكتر لو نزل مكان الهوت 60 برو او الهوت 60 برو بلس، لان الموبايل ده ممتاز. ظهر من الازاز، فريم من المعدن باي بي 64، مصروف عليه بشكل كبير، وكمان بيتميز بان تصميمه شبه النوت بتاع سامسونج اللي هو التصميم المربعي اللي انا بحبه قوي قوي قوي. في نفس الوقت الموبايل بيجي بشاشه ما فيهاش تنازلات، شاشه اموليد. الشاشه دي فول اتش دي بلس 6.78 انش، حجم كويس جدا. الشاشه شبه مربعه، ودي اكتر حاجه عجباني فيها، حواف قليله، 144 هرتز، بتوصل ل 1300 نتس في البيك، قويه جدا على الفئه الاقتصاديه، شاشه محترمه قوي قوي قوي. وكمان الاداء ما فيهوش تنازلات، ميديا تك هيليو جي 100 معاك 8256، والنسخه دي زي ما قلت لك في حدود ال 160 دولار، يعني كمان ده ارخص من موبايلات انفينكس اللي نزلت السوق المصري. ولما نبص للكاميرات، الموبايل بيجي بكاميرا 50 ميجا بكسل مع او اي اس، انت متخيل؟ والكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل، بيصور 2K 30 فريم في الكاميرا الخلفيه، وفي الكاميرا الاماميه 1080 30 فريم، والكاميرا الخلفيه صورها حلوه جدا، والكاميرا الاماميه يعتمد عليها ما فيهاش اي مشكله. بصمه ممتازه موجوده تحت الشاشه، سماعات ستيريو ان اف سي واي ار. وعايز اقول لك ان السماعات الاستيريو هنا بالتعاون مع JBL، كل المستشعرات في الموبايل موجوده، ولكن النقطه القويه جدا في الموبايل ده انه بيقدم بطاريه 5200 ملي امبير. ايوه مش دي النقطه القويه، معاك سرعه شحن 45 واط، ولكن الاقوى من كده انك معاك شحن لاسلكي 30 واط وشحن لاسلكي عكسي، دي عمرها ما سمعناها في الفئه الاقتصاديه. فلو انت متخيل ان الفئه الاقتصاديه للموبايلات الضعيف او الموبايلات اللي ما فيهاش حاجات مبهره من الفئه المتوسطه، فاقدر اقول لك ان الموبايل ده فيه حاجات من الفئه المتوسطه العليا زي الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، وسعره 160 ل 165 دولار. صفقه قويه، انا مش عارف ليه انفينكس ما نزلتوش السوق المصري. واخيرا فلاج شيب بمعنى كلمه فلاج شيب، ولكن سعره 630 دولار اللي هو نص ثمن اي فلاج شيب حقيقي، وده فلاج شيب بدون تنازلات، هو الشاومي 15. الموبايل ده انا مش عارف اقول فيه ايه ولا ايه. لو بصيت عليه تصميم شيك مع ظهر من الازاز، فريم من الالومنيوم، والومنيوم فخم جدا، اي بي 68، كل حاجه يا باشا فلاج شيب ليفل، مفيش اي حاجه ناقصه. شاشه LTPO اموليد اللي هو مفيش موبايل اصلا في الفئه دي كان بيقدم شاشه LTPO غير الاونر جي تي برو، والموبايل ده اصلا كان في الصين، لكن الموبايل ده نزل عالميا بس ما جاش السوق المصري. الشاشه هنا حجمها مثالي بالنسبه لي، 6.36 انش. الشاشه هنا كمان 1.5K، اداء الشاشه رائع والوانها ممتازه، تدعم ال HDR 10 بلس دولبي فيجن، حواف من اقل ما يكون. ده شاشته شاشه موبايل فلاج شيب على فكره بدون تنازلات، بسطوع بيوصل ل 3200 نتس، وكمان على طبقه حمايه الشاومي دراجون كريستال، والشاشه 120 هرتز. كل حاجه في الشاشه دي بتحلم بيها موجوده الا الحجم فقط لو انت بتحب الشاشات الكبيره، وكمان الشاشه مسطحه. ولما تبص على الاداء، ده فلاج شيب، معالج سناب دراجون 8 اليت 3 نانومتر مع ذاكره تخزينيه وحجم رام زي ما انت عايز، ونوع الذاكره هنا يو اف اس 4.0، والرام هنا DDR5X. ده موبايل صاروخي مفيش فيه اي تنازلات، وكمان بيدعم الاي سيم وتركيب شريحتين، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. والاداء هنا طياره، ما تقارنش الموبايل ده بموبايلات شاومي التعبانه الموجوده عندنا في السوق المصري. والكاميرات مفيش فيها تنازلات برضه، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع او اي اس، كاميرا للتقريب بتدي لك صور 2.6 اكس اللي هي بما يعادل 60 مللي، وصورها كويسه جدا، وكاميرا الترا وايد. كل حاجه هنا يا باشا موجوده، مفيش اي مشكله. وكاميرا اماميه كويسه جدا 32 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفيه بتصور 8K 30 فريم، والكاميرا الاماميه بتصور 4K 30 و60 فريم. واداؤه ممتاز جدا بالتعاون مع لايكا، كانك بتتعامل مع موبايل فلاج شيب، مفيش تنازلات هنا في الصور. الصور فعلا في الموبايل ده مبهره، وبقيه الحاجات التانيه بصراحه برضو ما فيهاش تنازلات. بصمه صاروخيه موجوده تحت الشاشه من النوع التراسونيك، سماعات ستيريو NFC واي ار، اكيد ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بس كل المستشعرات موجوده، تقارب وجيروسكوب. واخيرا بطاريه كويسه جدا 5240 ملي امبير، وبيدعم سرعه شحن 90 واط سلكي، والشحن موجود في العلبه، وكمان شحن لاسلكي 50 واط، وده يعتبر رقم كويس جدا 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 على فئه سعر الموبايل ده. انا بقول لك موبايل ب 630 دولار، كنت اتمنى ان اشوف الموبايل ده في السوق المصري. فدول 3 موبايلات من وجهه نظري لازم ياخدوا حقهم. اذا كان الفيفو اكس 200 اف اي اللي انا ميال له اكتر بسبب ان الموبايل ده كان فيه الخلطه المناسبه بالنسبه لي، او الشاومي 15 الموبايل القوي جدا المحترم اللي في نفس الوقت هو ارخص من الفيفو بيقدم حاجات احسن منه. واخيرا طبعا الموبايل الفلته بالنسبه لي في الفئه الاقتصاديه الانفينكس نوت 50 اللي بيقدم حاجات لاول مره بشوفها على الفئه الاقتصاديه، ظهر ازاز وفريم معدن وشحن لاسلكي، دي حاجات مش موجوده في الفئه الاقتصاديه.
اقتصاديه اصلا. يا ريت انت في اخر الفيديو تقول لي ايه الموبايلات اللي انت كنت متحمس لها جدا طول السنه وكنت بتتابعها وكان نفسك الموبايلات دي تيجي السوق المصري كنت هتشتري واحد منها. شاركني برايك تحت في التعليقات. ما تنساش اكيد لايكك سبسكرايبك وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد. وكالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.